سلام حبيباتي، سلام البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو تاعي. ونرحب باللي انضموا جدد الى قناتي، نقول لكم كامل مرحبا بكم وجسبر ان شاء الله تشتركوا في قناتي. بون البنات، اليوم جيت نشارك معكم فيديو عيد ميلاد بنت اختي مرام، تحضيرات واش حضرت. فيديو قصير خفيف ظريف هكا باش ما نضيبش على القناه. انا ديما نشارككم باللحظات الجميله، خاصه اعياد الميلاد والحفلات، هذا واش يبغي قلبي. المهم ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاعنا اليوم. اول حاجه البنات، هنا رحنا نشرو لها لاغوب، كانت هابله على ذو لي غوب، قالت لنا لازم تشرو لي هكا دي برانسيس. رحنا لواحد الحانوت يبيع ما شاء الله هنا في شلف، اللي في شلف يعرفوه، جاي في كرواروج، مانيش ندير في اشهار ولا جوست عجبتني السلعه تاعو راني نوري فيها. المهم هنا شوفوا لي موديل اللي عنده ما شاء الله. وهنا مرام كانت اختارت هذه لاغوب جايه غوز هكا بيبي، غوز بيبي بزاف شابه ما شاء الله، وجات عليها روعه كما كنتم تشوفوا الشكل تاعها. يبيع لي غوب ما شاء الله، اللي يسكن هنا في شلف اللي خصتهم هكا غوب كاليتي وشابه، نصحكم تروحوا تشوفوا من عنده. المهم حبيباتي، هنا كانت سخانه بزاف بزاف بزاف، وكما على بالكم لمست كامل الولايات. هنا كانت عندي لا تخت باش نخدمها لها في الدار، مع السخانه وكامل عياتني بزاف. المهم هنا الجوغ، يعني هذا النهار قبل الحفله رحت شريت صوالح هكا تحضيرات، صوالح تاع الكادو كامل كما على بالكم. درنا غير حاجه خفيفه ظريفه، وحبينا هاد لانيفرسير نديروها برا بما انه راهي سخانه بزاف بزاف، وبغينا نديروها هكا برا ونبدلوا الجو. المهم هنا شريت بعض المستلزمات باش ندير اللاير كيك تاعي. كما راكم تشوفوا هنا شريت توفيه، كراميل، شوكولا، مكسرات، صوالح اللي نحشي بهم الكيك. وشريت هذا المول عجبني، جاي مويا، شريته 45,000. بالنسبه للاسعار يختلفوا من محل لمحل، لكن الاسعار راهي مرتفعه بزاف بزاف. الله يحسن العون اللي يخدموا الباتيسري والكاطو كامل. المهم هنايا بديت في التحضيرات. بون هنايا نورمالمون ندير الجينواز نهار من قبل، ومن بعد غدوه من ذاك نمونطيها. انا ما كانش عندي كامل الوقت وبديتها روطار صراحه، ما كانش عندي الوقت. هنا راني ناكل فيه لا كريم سخانه، نصنع وناكل فيه او ميم طون. المهم اول حاجه بديت بها هي الغاناج. بغيت نبدل شويه الداخل، ما بغيتش ندير شونتيي، بغيت ندير غاناج. هنا جبت لا كريم فريش، كانت فريجدير بارده، وعبرتها بهذه الطريقه اللي قد تكون. هنا الميزان تاعي كان البيلا ما كانش عنده، ما قدرتش نوزن، درت بالطاس عادي سي با غراف. المهم جبت لا كريم فريش تاعي، درتها في هذاك الطاس اللي قد تكون لا كريم فريش نفسها الشوكولا، يعني نفس الكميه تاع لا كريم فريش تكون نفس الكميه تاع الشوكولا. هنا ديت هذيك لا كريم فريش تاعي، رحت سخنتها فوق النار حتى غلات لي مليح مليح، ومن بعد ضفتها لهذيك الشوكولا ودرت لها مغرف تاع زبده، وبقيت نحرك بلا فوي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للشوكولا استخدمت شوكولا الوجدان لانه بزاف بنينه، واستخدمت ذوق البندق. صراحه ندمت اللي استخدمت ذوق البندق باسكو سخانه بزاف. نتوما ننصحكم ديروا شوكولا نوار باش تشدلكم مليح في الحشو تاعكم. المهم هنا راني طيبت الجينواز تاعي، شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله. اذا راكم حابين الوصفه راح نشارك معكم الوصفه بالتفصيل، ديتها من عند واحد القناه في اليوتيوب. صراحه ناجحه 100% بدون محسن. وانا كل مره نبغي نبدل هكا وصفات تاع الجينواز، هكا كل مره نبغي التغيير. المهم هنا هذا هو الغاناش تاعي، بعد ما درتو في الفريجيدير مده 4 ساعات، جمد شد روحو، درتو في لابوش. وانا عندي الكراميل، عندي الجوز اللي محمص، وعندي البانه اللي راح نحشي به الكيكه تاعي. بون نبدا نمونطي في نفس المول اللي طيبت فيه الكيك تاعي. بون البنات، هنا ملاحظه، هنا مانيش بروفيسيونيل في الكيك، مازال لحد الان ما درتش دوره باش نتعلم مليح مليح. اذا تعرفوا في شلف وين يديروا دورات يعلموا مليح الباتيسري يعني، وبسعر يكون معقول شويه، خلولي تحت في التعليقات هكا باش نزيد نطور من المهارات تاوعي. يعني هكا انا نخدم حاجه سامبل وحاجه اللي نعرفها انا، يعني مازال مانيش بروفيسيونيل. المهم هنا درت هذاك الغاناج جا بزاف بزاف بنين. برك قلت لكم سخانه شغل يبدا يذوب كامل.
لكن كي ديروا بلا شوكولا نوار يشد روحو. المهم انا كنت ندير طبقه ندير البنان ندير الجوز ونزيد كراميل طوفيا كراميل ومن بعد نزيد ندير الكيك ونشربو مليح مليح. سيغو كنت خدمتو درت له لاغوم تاع البنان هكا باش يكون الذوق متناسق. المهم هكا درتها في الفريجيدار. المهم الكيك تاعي درتو في الفريجيدار شد روحو شويه. هي من الاحسن تخلوه يبات. انا الصراحه ما خليتوش بات كما قلت لكم كنت مقلقه باش نخدمها. بون هنا كيما راكم تشوفوا خليته يشد روحو شويه برك ومن بعد راح ندلو لا شونتيي من الفوق. بالنسبه لا شونتيي تاعي طلعتها نورمال بالماء بارد طلعتها مليح مليح ودرت لها لاغوم تاع الفراز. حبيت الكيكه تاعي تكون غاز ما درتش صبغه درت لاغوم برك. وراح وامبريميت واحد الورقه تاع باربي هكا دوك تشوفوا يعني هنا موريتكمش كلش بالتفصيل كنت غصبانه. هنا هاي لا تاغت تاعي بعد ما كملت الديكوراسيون درت غير هذه الورقه كيما قلت لكم امبريميتها ولصقت وحده في الوسط ولصقت وحده من الفوق. بدا شكلها ما شاء الله الصراحه برك في اليسار شويه عياتني كانت سخانه بزاف بزاف. المهم هنا خدمت واحد التحليه هكا خفيفه وحاجه خفيفه ظريفه ورحنا لواحد الجاردان جايه في وسط ولايه تلف. نورمالمون لي يسكنوا في ولايه تلف كامل يعرفوها ما شاء الله يعني ننصحكم تروحوا ليها هايله كالم فيها لي فامي عجبتني صراحه. المهم ها هي اميرتنا الصغيره بالفستان الجميل جات ما شاء الله ربي يحفظها من العين وربي يطول في عمرها ويطول في عمر ولادكم ان شاء الله. بون البنات تخلوا لي رايكم في التعليقات اسكو لا تعجبكم بما انه راهي طوندونس بزاف باربي اللي راهم يتبعوا السوشيال ميديا على بالهم واش راني نقول راهي طوندونس بزاف وهي تبغيها. اسيت يعني ندير لها حاجه تبغيها كل عام نبدع في لي زانيفرسير مع ولاد اختي ان شاء الله ربي يحفظهم ويخليهم لي. نكون وصلنا لنهايه لا فيديو حبايباتي جيسبر كان عجبكم وجيسبر استمتعتوا معايا ولو حاجه قليله شويه. ترقبوا فيديوهاتي الجايه ان شاء الله راح نبدا نوعد لكم شويه في الفيديوهات وراح نشارك معكم يعني صوالح شابين. اشتركوا في قناتي حبيباتي ودعموني وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو اذا عجبكم. تهلاو في روحكم باي.